أمرت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش يوم الخميس الماضي بوضع شخص رهن تدبير الحراسة النظرية، وذلك على خلفية تورطه في قضية انتحال صفة وكيل الملك ومحاولة النصب والاحتيال. وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام المعني بالأمر بالاتصال بأحد المتقاضين مدعيا صفته كوكيل للملك، حيث طلب منه تسليمه مبلغ 5000 درهم مقابل التدخل لإلغاء برقية بحث صادرة في حقه. وبناء على تعليمات النيابة العامة تم إعداد كمين محكم أسفر عن توقيف المشتبه فيه متلبسا بتسلم المبلغ المالي بالقرب من مقر المحكمة الابتدائية بمراكش. كما أسفرت عملية التفتيش التي أجريت داخل مسكنه عن العثور على مكتب يحتوي على عدد من الطوابع والملفات جرى حجزها لفائدة البحث القضائي، إضافة إلى ضبط مبالغ مالية مهمة قدرت بحوالي 5 ملايين درهم. ولا تزال الأبحاث جارية تحت إشراف النيابة العامة المختصة من أجل الكشف عن جميع ملابسات القضية وتحديد ما إذا كانت هناك أطراف أخرى متورطة في هذا الفعل الإجرامي.